السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. وفيديو جديد هذا النهار ماشي وصفه صحيه، صحاب الريجيم يبعدوا وصفه ديال غاتو بالشكلاط طلاق لعيد الميلاد على شكل راس ديال ميكي او لا ميني. المهم نتمنى والله ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وغادي نبداو بالطريقه والمقادير. اذا هنا بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا اولا الجينواز اولا الكاتو شوكولا. نحتاجوا 4 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. هنا عندي سكر 360 غرام ديال السكر، عندي الدقيق 250 غرام، واحد ساشيط الخماره 11 غرام، وعندي الكاكاو المر اولا الشوكولاط المر 100 غرام. هنا بالنسبه الا كنتو غادي تستعملوا الشوكولاط الحلو نقصوا من الكميه ديال السكر بطبيعه الحال. وغادي نحتاج الكريمه السائله 360 غرام ديال الكريمه السائله اللي تكون اونتيير، يعني يكون فيها على الاقل 31 في المية ديال الدهنيات. هنا كناخذوا يا اما روبو او لا بالدراب اللي يكون عندكم يدوي عادي، ولكن غير هنا خصكم تخدموا مزيان البيض والسكر. 4 ديال البيضات مع 360 غرام ديال السكر حتى يرجع الخليط ابيض. انا هنا غادي نخليه كيتدرب وغادي ندوز باش نطلع الكريمه 360 غرام قلت لكم ديال الكريمه اللي تكون اونتيير ليكيد سائله تكون بارده. غادي نطلعها هنايا بالدراب الكهربائي لانه غادي نزيدها في هاد الحلوه هذه باش كتجي رطبه، كتجي واحد لوغو عندها زوين. المهم هذه واحد الكاطو اللي مغاير على لي كاطو شوكولا اللي كنشوفوا اولا لي جينواز اللي معتادين اننا نصايبوهم. هنا غادي نطلع داك الكريم بوحدو بلا سكر بلا والو، وغادي نحيد هذاك الدراب ديال الباتور باش غادي ندير هذاك لا فوي ولا هذيك اسمو نقولوا لها الورقه. المهم غادي نوريها لكم باش تخلط، باش ديرنا الخليط، يعني نخلطوا الخليط بشويه لحقاش الدراب غادي نزيدوا الدقيق والشوكولاط، غادي نخلطوا بالزربانه. بغيتي خلطوه بشويه تقدروا تحيدوا تستغناو على هذه المرحله هذه وديروها غير بيديكم، يعني تحيدوا الروبو ما تستعملوش وتديروا كيما نقولوا غير بالمغيز اولا بديك المعلقه اللي كنخلطوا بها صافي. انا هنا غادي نغربل الدقيق وغادي نزيد الخماره. انا هذه فيها 11 غرام، يعني بالنسبه للخماره ديال المغرب ديروا 1.5 صافي. هنايا غادي نزيد الكاكاو المر اولا الشوكولاط المر حتى هو غادي نغربلو. كما قلت لكم الا كنتو غتستعملوا الكاكاو الشوكولاط اللي حلو نقصوا من كميه ديال السكر باش ما يجيكمش الكاطو حلو بزاف صافي. هنا كما شفتوا غادي نخلط غير بشويه هاد المكونات، ومن بعد غادي نزيد عليها ديك الكريمه السائله اللي ضربتها كنزيدها كلها ومن بعد نخلطوا. كما قلت لكم هنا تقدروا تستعملوا غير هذاك المغيس اللي راني كندير بها نهز بها الكريمه، تقدروا غير هي تستعملوها، ولكن هي منين تخلطوا حاولوا انكم تهزوا يديكم من التحت للفوق باش هكا الكاطو يجي مهوي ما يجيناش مدقص الا بغينا نقولوا. هنا انا غادي نخلط الكل. انا هنا راه غير الفيديو دايره له تسريع. نخلط هذا الشيء كامل حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم، هذيك الكريمه وهذاك ديك لا جينواز اولا داك الشوكولاط صافي. هنايا من بعد ما كنسالي وانا هنا غادي نسخن ندير الفران يسخن على 180 درجه. كناخذوا انا هنا محتاجه المول كبير كما تشوفوا الخليط هو كيجي على هذا الشكل هذا، محتاجه مول كبير وزوج صغار. انا هذا الكبير هذا فيه 20 القطر ديالو فيه 20 سنتيمتر، وهادو عندي لي مول صغار اللي كندير فيهم لي كوب كيك، ولا تقدروا تستعملوا مول فيه 10 سنتيمتر الا كان عندكم. انا ما عنديش داكشي علاش استعملت هاد المول الصغارين ديال لي كوب كيك. نتوما هنا دهنوا لي مول بالزبده وطرشوا عليهم الكاكاو لانهم مستعملين كاطو ديال الشوكولاط صافي، وتدخلوهم يطيبوا في الفران. الكبير 180 درجه 30 دقيقه، والصغار 180 درجه 20 دقيقه
صافي وكيخرج على هذا الشكل هذا. انا خليته يبرد تماما وغلفته بالبلاستيك وخليته حتى برد مزيان. دابا غادي ندوزو للمونتاج اولا يعني كيفاش غادي نزينو هاد الكاطو هذا. انا هنا عندي تقريبا واحد 20 مليلتر عفوا 20 سنتيلتر 200 مليلتر ديال الكريمه سائله اللي غادي نضربها بوحدها، ما غادي ندير معها لا سكر لا حتى شي حاجه. غادي نضربها، هي اللي غادي نديرها في وسط هذاك الكاطو. انا قسمته على زوج، قسمته في النص في العرض. غادي ندير ديك الكريمه، غادي تجي بحال حشوه داخليه. تقدروا تستغناو عليها الا ما بغيتوش هاد المرحله هذه، تقدروا ما ديروهاش، خليو الكاطو هكاك صحيح ودوزو للتزيين مباشره. انا هنايا حيت بغيت ندير هكا باش منين يجي يتقطع الكاطو تكون واحد لا سوربريز وتكون واحد لا كوش اللي تجي بيضه، يعني ملي يتقطع الكاطو تجي كوش قويه بيضه وقويه كتجي زوينه. صافي هنايا غادي ندير ديك الكريمه ومن بعد غادي نرش انايا واحد لي بيرل سكري ولا هذوك الحلوى اللي كتكون صغيره كنزينوا بها الحلويات ديالنا. انا غادي نقول لكم دابا المقادير. كنحتاجوا هاد السكر هذا كما كتشوفوا ملون، وغادي نحتاج بحالو في الحمر، يا اما كتشريوه بحال هكا كيكون موجود كيتباع، يا اما كتاخذوا هذا يكون ملون ولا ابيض ولا اي لون عندكم، غير ما يكونش قهوي ولا كحل يعني لونه غامق. كتاخذوا بلاستيك غذائي بحال هذا الشكل هذا، كديروا الملون. انا هنايا عندي هذا جل، اولا ديروا السائل، مهم يكون سائل ولا جل ما يكونش غبره. كديروا ديك الحبيبات هنا في الساشي وكتبقاو كتحركوا الساشي يتلبس هذاك الحلوى كامله، كتلبس بداك اللون الاحمر هذا. ديروه لاي لون بغيتو صافي، وكديروها في واحد الطبسيل تنشف تسرحوها. انا ما وريتكمش المرحله حيت خدات لي شويه د الوقت. كديروها كتنشف ومن بعد صافي راه هي جاهزه للاستعمال. اذا هنا كما شفتوا كتجي على هذا الشكل هذا. تقدروا ديروا اي لون بغيتو. عندي هنايا الشوكولات فيرميسيل الاسود، غادي نستعمل الشوكولات لاباط اتارتيني، وغادي نستعمل شويه ديال عجينه السكر، وعندنا هاد لي كيت كات هما اللي غادي نزينوا بهم الحلوه ديالنا. انا هنا عجينه السكر ما عنديش في الصفر، خص في الصفر عندي هي الزرق، ولكن غادي نديباني ما تخافوش، غادي ندبر على راسي. هنايا دوك الحبيبات ولا داك السكر داك الحلوه الا بغينا نقولوا، ولا كل واحد شنو كيسميها لي بيرل سكري، المهم نقولوا بيرل سكري. نديرهم هنايا في الوسط بحال هذا الشكل هذا. تقدروا ديروا كاوكاو اللوز مهرمش اللي بغيتو. من بعد كتحطوا الطبقه الثانيه ديال لاجينواز بلا ما تسقيوها بلا حتى شي حاجه، لانها فيها الكريمه غادي تجي رطبه. كتكاو عليها هي شويه باش كيجيو تجي مقاده. كناخذوا هذوك الودينات ولا دوك هاد الكاطو الصغير اللي درناه هما اللي غادي يشكلوا لنا الودنين ديال ميكي. كنحاولوا اننا نقادوا يعني الحلوه، نشوفوا يعني كيفاش غادي تجي. انا هنا صافي ها هي مقاده. غادي نبداو كنديروا الشوكولات ولا لا باتا تارتيني. انا هنايا اختاريت اللي فيها نوازيت باش هكا كيجي داك الكروكون. هنايا بالنسبه للشوكولات ديروه عشوائي، يعني ماشي مشكل، واخا ما يجيش مقاد ماشي مشكل، لانه غادي نغطيوه. هنا غير خصو في الجناب وخص الفوق باش غادي يلصقوا لينا هذوك داك التزيين باش يلصق. هنا درت في دوك لي مول الصغارين وكناخذ لي كيت كات. انا عندي هنايا كبارين. بالنسبه لي كيت كات كيدخل لكم بين 12 حتى ل 15 باكي ديال الكيت كات. كاين هذوك الصغار، انا عندي الكبار، خديت الكبار وقسمتهم على النص هكا باش كيكون شويه يعني اقتصادي. صافي وكتضربوا الدوره على الكاطو كامل على الودينات كلهم ما تنساوهمش. مهم كتلصقوهم، كيلصقوا بهذيك لاباط اتارتيني بحال اللي قلت لكم، وكيجي على هذا الشكل هذا، كيجي غزال بحال الراس ديال ميكي تماما. دابا غادي ندوزو للتزيين النهائي. كناخذوا داك الشوكولات فيرميسيل الاسود وكنبداو كنغطيو النص ديال الكاطو ديالنا مع دوك الودينات. خص يتغطاو يعني بشكل مهم، يتغطاو كاملين ما تبانش لينا ديك الشوكولات اولا هذيك لاباطا تارتيني اللي درناها. صافي ملي كنكملوا هذاك النصف
بحال هذا الشكل هذا. ناخذ دابا هذاك لي بيرل سكري الحمر ولا اللي باللون الاحمر، وكنديروا النصف اللي بقى لينا حتى هو كنغطيوه بهذا الشكل هذا حتى كنساليو. كما شفتوا راه ناشف، وريت لكم هنا يدي لانه راه ناشف. داكشي علاش قلت لكم هذا السكر هذا الا بغيتو تصايبوه صايبوه قبل، يعني على الاقل واحد 4 سوايع ولا 5 سوايع قبل باش كينشف مزيان. ومنين تجيو تزوقوا به ولا تزينوا به ما يلصقش لكم الملون في يدكم، وحتى منين تاكلوه ما يبقاش هذاك الملون ما يطلقش الا بغينا نقولوا. صافي هنايا انا ساليت درت الدوره كما قلت لكم. هنا ما عنديش لا بات صفراء، لا بات سكر صفراء، كان يعني تكون ديروا واحد بحال هذا الشكل هذا، غير وحده تكون كبيره. انا درت زوقت بهاد لي سمارتيز ولا المهم هاد الحلوه هادي باش كيجيو هذوك البوطونات ديال ميكي كيجيو على هذا الشكل هذا. والحلوه ديالنا هي هذه كما قلت لكم صحاب الريجيم ماشي ديالهم، ولكن مره ماشي مشكل، يعني طريف صغير ما فيها باس. المهم هذه كانت فكره ديال حلوه على شكل راس ديال ميكي، و تطليق العيد الميلاد ديال الدراري الصغار نفرحوهم، علاش لا. نتمنى من الله انها تكون عجبتكم، طبقوها وتخليوا لي ارائكم في التعليقات كي جاتكم واش زوينه ولا لا. ونقول لكم تهلاو في رزقكم، تهلاو في صحتكم، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.